دلع مراتك بس ما تدلعش عيالك. الأهم في الحياة مش إنك تضيف لنفسك حاجات إيجابية، الأهم إنك تبطل تعمل الحاجات السلبية. في دروس كده بتتعلمها من الحياة ومن تجاربك مع الأيام، وبتيجي تقول لنفسك يا ريتني كنت عرفتها وأنا صغير. دلوقتي عايز أقدم لك حاجات عن تجربة هتفرق معاك في بكرة. لما أمك تقول لك على حاجة إنك هتندم لما تعملها، صدقني هتندم لما تعملها. خد بالك من سمعتك كويس، لأن صدقني الأيام هتثبت لك إنها أغلى حاجة أنت بتملكها. اوعى تخاف من المطبات الكبيرة والظروف الصعبة، لأن صدقني الباب اللي فيه مخاوفك وراه كل أحلامك. الموضوع مش محتاج غير شخص واحد بس عشان يدمر حياتك، فاختار الناس اللي حواليك بعناية. قرار لازم تاخده صح هو اختيارك لشريكة حياتك، لأنها هترسم أكبر جزء من مستقبلك. خليك مبسوط باللي في إيديك واشتغل عشان تمتلك اللي هيبسطك. لو مش عارف تضرب ما تهوش عشان ما تقللش من نفسك. اوعى تقول لراجل ان هو تخين ولا اقرع ولا عجوز. اوعى تقول كلام سلبي لأي حد. اللي انت بتزرعه وبتحصده، كلمة هتقولها هتترد لك 10. الدنيا كده سلف ودين، فخد بالك من كل كلمة انت بتقولها، عشان الكلمة زي الرصاصة لما بتطلع ما بترجعش. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعمك هيفيدنا جدا ومش هيضرك انت في اي حاجة. الحلقة دي برعاية دعوات ابو ام والناس الطيبين. اشوفكم الحلقة الجاية من 5 قبل الفطار معايا انا احمد مجدي، والسلام عليكم.